منى قبطي، وأنا شاركت اسكندر بكتابة السيناريو. الفلسطيني في الداخل الإسرائيلي، يعني في 1,800,000 فلسطيني بيعيشوا بإسرائيل، اللي نحن بنعتبر حالنا فلسطينيين ولكن نحمل الجنسية الإسرائيلية. وهذا الفيلم بسلط الضوء على هاي الفئة من الفلسطينيين اللي عندهن بيواجهوا، خلينا نقول، مشاكل مختلفة وبيواجهوا صراعات مختلفة بالحياة اليومية، لأنه بيضطروا أنه يتعاملوا مع إسرائيليين على بيع يعني بشكل يومي. شعور لا يوصف صراحة. نحن كتير سعيدين وفخورين أنه نكون متواجدين بمراكش وأنه نحصل على هاي الجائزة القيمة. كمان بنشكر المهرجان ولجنة التحكيم على أنه سمحوا لنا بهاي المنصة تنعرض فيلمنا ونوصل أصواتنا للعالم العربي لأول مرة. هذا أول عرض بالعالم العربي وشمال أفريقيا، فكانت تجربة رائعة ومشكورين لكل القائمين على المهرجان. هذا السؤال صعب أجاوب عليه بهاي المرحلة، بس أتوقع أنه ممكن يساهم برفع المبيعات في العالم العربي، أو أنه دعوته لغير مهرجانات. بس إحنا النتيجة المهمة لنا أنه نخلي المشاهدين يشاهدوا هذا الفيلم ويثير التساؤلات عندهم، أنه بعد العرض يرجعوا على البيت ويفكروا بينهم وبين حالهم كيف هذا الشيء بنعكس على حياتهم الشخصية، كيف التلقين، كيف العادات والتقاليد عم تتحكم بالفرد بالمجتمع. فإذا قدرنا نغير هالشيء، إنه نخليك تروحي على البيت وتفكري، هذا بالنسبة لنا جائزة كبرى كمان. ديروا لايك وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد. لاله فاطمة.